كرياضي نظرا لالتزاماته مع المنتخب مباشرة. معنا عبر الهاتف مشكورة جدا مدام سلوى العباسي سيدة وزيرة التربية. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة الوزيرة. مساء النور لقناة قرطاج بلوس ولكل المشاهدين. شكرا لك على التدخل معنا. نبدأ معك مباشرة بالتصريح اللي كنا سمعناه قبيلة شوية. هل فما استثناء لأمان الله مميش كرياضي ملتزم مع المنتخب التونسي، وهل فما حالات أخرى كيف وشو يقول القانون لهنا؟ لأنه أمان الله حكى على اتفاقه مع المعهد أنه باش يتم تأجيل اجتيازه للامتحانات. ساعة أوفر حظوظ النجاح لمنتخبنا الوطني ولكل رياضينا. وبالنسبة للوضع أمان الله منيش هو لا يختلف عن كل مترشحي البكالوريا، والقانون ساري على الجميع، والاستثناء يشمل كل التلاميذ الذين يحق لهم هذا الاستثناء. حسب ما طلعت تو على الملف نتاعو، أمان الله منيش تلميذنا وبطلنا بالطبيعة التونسي هو مسجل بالمعهد الرياضي بالمنزه، وكان والده تقدم بمطلب في أجال معقولة أنه يتمتع بسنة بيضاء، ومجلس القسم وافق على هذا الإجراء. يعني المسألة لم تعد تتعلق باجتياز امتحان البكالوريا من عدمه بتاتا، واضح، وإنما أصبح له الحق في سنة بيضاء ككل التلاميذ الذين معناتها يكونون عرضة لأي أسباب تمنعهم من استكمال السنة الدراسية. واضح سيدة الوزيرة، ولكن نحن شاهدنا أنه أمان الله مميش كان اجتاز الباكسبور، يعني الأجال المحدد باقي حتى بعد اجتيازه الباكسبور كان عنده الحق في سنة بيضاء. خلينا نفهموا للناس الكل، عندنا قانون منظم لامتحان البكالوريا المؤرخ في أبريل 2008 وفي فصله الثالث تحديدا يقول أن التلميذ الذي لا يستوفي البرنامج لا يحق له اجتياز امتحان البكالوريا إلا في حالة واحدة، إذا كان راتبا. بما أنه أمان الله غير راتب، واضح، فلا يجوز له اجتياز امتحان البكالوريا في كل الأحوال. بقى يتمتع بإجراء سنة بيضاء، يعني هذه السنة لا يعتبر راتبا. واضح سيدة الوزيرة، لو تسمح نمشي معاك في أنه والد أمان الله ما تقدمش بمطلب في سنة بيضاء، هنا في حالة كما هذه والتزام رياضي معين بالتزام وطني مع المنتخب التونسي، شنو كان ينجم يصير؟ هل كان ممكن التأجيل اللي هو بصفة خاصة أم لا؟ مجلس القسم سيد نفسه وسيد قراره. واضح، يعني مجلس القسم إذا هو حتى معناتها منح التلميذ السنة البيضاء لا يكون من وزارة التربية، يكون من مجلس القسم، ولا يعاد هذا المجلس إلا في حال خطأ في الأعداد. يعني واضح. في النهاية أمان الله إن شاء الله العام الجاي يعاود الباك ويحرز عليها بكل استحقاق وجدارة، واحنا نعاونوه معناتها حتى عام الجاي الله غالب كان جاي من اول عام دعوه الابطال هذوما نجموا حتى نوفروا لهم مراجعه استثنائيه، دروس دعم وعلاج عن بعد، ملخصات تمارين احنا على ذمتهم لانهم ابطال تونس. واضح، توا الله غالب معنا. واضح، شكرا لك. فيما يخص توضيح هذه في علاقه بامان الله مميش، سيده الوزيره نرجع معك على سيروره النهارين الاولانيين من امتحان البكالوريا، الحديث على تسريب ام غش. حالات الغش زاده، شفنا حتى البارح انه فما تلميذه نقلت للمستشفى بسبب آلة غش. كيفاش عينتوا هذوما الكل وشنو الارقام المتوفره؟ والله انا يؤسفني ان كما قلت البارح في قناه اخرى إن حديثنا عن الغش أصبح يغطي على البكالوريا. حبيت قبل ما نحكي عن الغش نقول فما شيء إيجابي هذه السنة. على مدى يومين الاختبارات كانت في المتناول لاقت استحسانا، لم نسجل أخطاء، لم نسجل إشكالات في الأسئلة المطروحة،
وأغلب التلاميذ المترشحين غادروا مراكز الاختبارات ومعناتها في آمال عالية وفي معنويات مرتفعة. لم نستشعر خيبة أمل في نوعية الامتحان، لأنه هذه النوعية قاعدة تجود سنة بعد سنة نتيجة لجان قاعدة تشتغل بمعايير وبوجاهة وصدقية وثبات. ثم إصلاح الامتحان يتم بعد تداول المقاييس تقريبا مدة ساعات داخل لجنة مغلقة، وزيد بعد التداول تقع تجربة هذه المقاييس على عينة من الأوراق. نحب نقول الإيجابي في البكالوريا التونسية لا تزال محصنة من الداخل. بقى حكاية الغش كما ذكرت والناس الكل تعرفها، لا أدعي بطولة وأقول سأقضي على الغش نهائيا، هذا معناتها يولي ادعاء. الغش موجود في أغلب بلدان العالم حتى البلدان المتقدمة. صحيح. وفي تونس سيظل موجودا ما لم نصلح المنظومة التربوية. وحتى الأرقام الحصيلة معناتها حصيلة الغش ولينا كي نشرة الأنباء كل يوم. البارح سجلنا 60 حالة وكانت في عديد الجهات، وفما جهات 0 حالة. اليوم وطبعا 60 حالة أقل من عمناول. عمناول كانت في 95 تقريبا. اليوم عندنا 99 حالة تقريبا، وهي أقل من عمناول بحاجة قليلة. عمناول 103 صحيح. يعني تقعد ديما في الحدود هذه، لأنه ما فماش مؤشرات تدل على تغير المنظومة والتقييم. فما غالب هذا الموجود حاليا في انتظار أنه نلقاو حلول. لكن ديما نعاود ونقول الغش ليس تسريبا. يعني البارحة فما شكون للأسف بعض الصفحات والأشخاص المغلولين عندهم غل شديد على وزارة التربية، ادعوا أن امتحان مادة الاقتصاد قد سرب. هذا خالي من كل حقيقة. والغش كان كالعادة بوسائل إلكترونية عن طريق أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا نتيجة أنه معناتها الجانب الإلكتروني مازال هو الأداة الوحيدة المستخدمة. نقول لكم مثلا اليوم من بين الأشياء النادرة التي اكتشفناها أنه الكارت فيتا ديك خباها التلميذ في باكو عصير. معناتها تصور انت كهو كل واحد يخدم في مخه باش يلقى الحل الأكثر لمجابهة فشل جذري في المنظومة. وجب أن نقطع معه بإصلاح تربوي عميق ناجح. واضح. مشكورة جدا. شكرا لك مدام سلوى العباسي وزير التربية. عندك تفاعل السيدة الوزيرة لو تسمح، إذا كان ما زلت معنا السيدة الوزيرة نجيب الدزيري يحب يطرح عليك سؤال. تفضلي. عسلامة سيد الوزير. مرحبا نجيب. سيد الوزير، البكالوريا 2024 في وزيرة جديدة عندها شهر ولا شهر ونص. شهرين. بدأت الحملة من على الكوفية، ولت وزيرة التربية ضد القضية الفلسطينية وبدأت على الكوفية. من بعد هاو التسريب معناتها. وانا في تقديري لاني نتبع، وهذه خدمتي في الشأن العام، خدمة مخدومة تقول عليها البكالوريا خرجت، لانه من 2012 ما خرجش الباك. معناتها يا هل ترى المستهدف او من الاخر سيد الوزير، المستهدف اللي فما بعض الاقصاءات اللي عملتهم انت، او فما شويه عباد عزلتهم انت كي جيت سيد الوزير، يا هل ترى المستهدف الوزير او المنظومه السياسيه اللي تخدم فيها الوزيره؟ والله انا عضوه في حكومه، ولكن الاهم من شخصي في ذاتي انا متواضعه جدا. انا تحملت امانه، حملني السيد الرئيس امانه ساتحملها الى اخر لحظه واخر رمق بجديه واخلاص ووطنيه. واعتقد انه من يستهدف البكالوريا كمن يستهدف الوطن. وفما مؤشرات على مستوى الاقتصاد تدل على تحسن. الدولة التونسية بدأت تتماسك وتتمالك نفسها بعد سنوات من الانهيار. وتعييني أنا على رأس وزارة التربية ربما يزعج البعض، لأنهم على علم وثيق بكوني إنسانة أعمل من أجل الوطن ومن أجل التربية والتعليم. عندي حتى أجندة غير بلادي،
ثم اجراءات كانت استثنائيه الحقيقه في بعض القطاعات، ثم اعفاءات ما نجمتش معناتها نتردد فيها بحكم طبعي وحرصي، لكن في نفس الوقت عندنا اصلاح تربوي، ثم حوار اجتماعي مثمر بدا يؤتي اكله، ثم تسويه لعديد الملفات الاجتماعيه، صرف مستحقات، ثم اشياء ايجابيه. ولزمنا احنا نلتفوا حول هذا الوطن، يكفينا نزاعات وصراعات واستهدافات. راهو اللي يستهدف شخص على راس حكومه او داخل الحكومه او غير ذلك راهو في الحقيقه ما يستهدف كان بلاده، واحنا قدره ربي محصنين مضمنين. واضح. سيدة الوزيرة، التفاعل الأخير من عند غازي معلة لو تسمح قبل ما نختم معك. تفضل سي غازي. سيدة الوزيرة مساء الخير. مرحبا سي غازي. مرحبا. سيدة الوزيرة، حسب ما سمعت انه اللي عدوا البكالوريا السنة 140,000 تلميذ وتلميذة، يعني كي نحكيو على 170 حالة غش، يعني اعتقد ارقام ضعيفة جدا مقارنة ب 140,000 تونسي عدى تلميذ تونسي عدى البكالوريا، بالتالي يعني نسب ضعيفة جدا، تعني فكرة انه التوانسة ما مش داخلين البكالوريا يحبوا يغشوا، داخلين يحبوا يعديوا ويحبوا ينجحوا، وهذا مؤشر باهي الحقيقة. اثنين وحاجة أخرى سامحني، راهو اللي يغش مش بالضرورة راهو باش ينجح، يعني احنا كاينو فما ربط آلي بين استعمال الأدوات هذيا، راهو سيء، راهي أغلب الآلات مغشوشة وفيها تشويش وضعيفة، وزيد حتى اللي قاعدين يملوا على التلامذة دوما أشخاص مشبوهون، ما همش أساتذتنا اللي نعرفوهم، أغلبهم ناس مرتزقه، ناس هكا معناتها ما لقاو ما يعملوا، وحتى اللي يغش في الامتحان راهو بعد في مركز الاصلاح سيمر الى مصفات اخرى دقيقه، غربال حقيقي، لن ينجح، نعاود نقولها للمره العاشره، لن ينجح الا من يستحق النجاح. وملاحظة أخيرة سيد الوزيرة، هو بالنسبة ل 140,000 تلميذ اللي اجتازوا البكالوريا السنة، النسب بالنسبة للشعب يبدو أن شعبة الرياضيات هي أضعف شعبة. نعم. في عدد للأسف أعتقد أنه من المستحسن الآن التفكير جديا، أنه الشعبة هذه قاعدة تتضاءل شيئا فشيئا من سنة إلى أخرى، وأعتقد لابد من التفكير جديا، لأنه دولة بدون طلبة أو تلامذة عندهم معدلات مرتفعة جدا في الرياضيات يقودوا العملية العلمية في البلاد، أعتقد أنه خطر حتى على الأمن القومي التونسي. هذا ما قلته هام جدا، وأشكرك على هذه الملاحظات اللي احنا نحتاجوها. أنا أول ما جيت للوزارة أطلقت مبادرتين في إطار داخلي مضيق، في انتظار أنه المجلس الأعلى للتربية يتخذ موضعه الأصلي والأساسي. أن طالبت الزملاء المتفقدين والمربين أيضا، لأنه الإصلاح التربوي لازم يرجع للقاعدة والكل فاعلين، طالبتهم بمراجعة برامج اللغات والرياضيات منذ الابتدائي، لأنه المشكل نتاع الرياضيات هو مشكل لساني وذهني. خليني نبسط، لساني في طرح المشكلات الرياضية، لقيت اللي ناس تفكر بالفرنسية وتكتب بالعربية، أغلب كتب الرياضيات في الابتدائي سيئة الطرح وتخلق مشكل فك شفرة النص، ديشيفراج، معناتها التلميذ كي يقرأ المسألة ما يفهمهاش. ثم الحساب في تونس والرياضيات، المقاربات تحتاج ثورة حقيقية. مازال الذكاء المنطقي والذكاء العملياتي لازم نلقاو بيناتهم صلات وثيقة، نشجعوا على الحساب الذهني، على سرعة إنجاز المسائل في وقت قصير، وعلى نجاعة الإنجاز، ونبتعدوا عن تلك المسائل التي تتصل بعالم الكهول أكثر من عالم الطفل. أنا تفاجأت بمسائل وقت نقري في بناتي ونتبع فيهم، معناتها يجيب له ميزان الدفعات والبلدية ويعمر فاتورة، مش هذا. يجب أن نعود إلى مفهوم كان في الماضي، نذكر في جيلي أنا، أكيد راك كنت تعرفوا، ما نعرفش أنا أكبر منك في العمر، الرياضيات المشوقة. تذكروا الكتاب كان اسمه الرياضيات المشوقة، يعني الرياضيات التي تحقق متعة لدى الطفل، وتكون العمليات مبسطة بعيدة عن التعقيد، والطرح يكون مدروس، ونشتغل على آليات حل المشكلات والمنهجية،
ونشجع الطفل على أن يدخل في عالم الرياضيات بروح راغبة في هذه الرياضيات، لأن الرياضيات تنصر الطفل منذ الابتدائي، وهذا ينعكس على بقية المراحل. واضح. يعني تقلص عدد المترشحين هو نتاج فشل تراكم على مدى سنوات. واضح، مشكورة جدا. شكرا لك مدام سلوى العباسي السيدة وزيرة التربية على كل هذه التوضيحات والتفاصيل فيما يخص مناظرة البكالوريا. سي مصطفى، نمشي معك ديريكتومون في تعليق وتفاعل مع اللي كنت تسمع فيه من السيدة الوزيرة، وخاصة هل ينجم يكون المجلس الأعلى للتربية حل لهينات وفشل معين في المنظومة اللي كانت تحكي عليها السيدة الوزيرة؟